ما تيجي مكاني شويه يا همام شويه. يا اخي شغال، ادين انا رايح لحماتي يا عبد العال ولابس نظيف، يرضاك نروح لها متبهدل؟ ادين من نفي وراك يا عبد لا العال. لا اوعى تتبهدل، يبقى ريحتك شنو وريحتك عاره. متبهدل انا. ثم تعالى هنا يا عبد العال، هو الحاج هارون بيدينا فلوس؟ والله ما بديني. والله يا هلا يا هلا، انا ما بديكش فلوس، انا طلالي انا. وبعدين انت مالك لابس لي نظيف كده ومتأنتك وقاعد يا اخويا، ولا ان انا بنديك ورق مش فلوس؟ ده اللي شوف كده ما يقولش اجري مالكش لاز. لا لا يا حاج هارون، انا بس رايح لحماتي ومظبط شيء، وسمعنا من ريح عبد العال برضه. مش صح يا عبد العال؟ من رياحه ده، انا لسه مديله الفاس. هو انت عارف انت شغال عند مين؟ وين ده هو؟ المفروض ما تطلعش. هو ده تلحيف، ده تلحيف دي. انا قلت لك يا عبد العال امسك الفاس والعب حلو، انت بتزعق قدامي. ما تنزل هاد نف ورايا ونف هاد وانت واقف هلا. وانت هظبط الشغل ولا بالشبش؟ والله هنظبط الشغل، بس انا منك طلب واحد. هني بقالي شهر ما قبضتش وما ادتنيش الا 200 جنيه بس من اول الشهر. طب ما هم حلوين، نص شهر ونص شهر تاني كمان 200 في اخر الشهر. 200 ايه يا حاج هارون؟ ده انت متفقين على 1000 جنيه، ما كنتش الا 200. لا يا حبيبي، كل حاجه رخصت وبقت ببلاش. ليه تاخد ال 1000 جنيه؟ عندك الحاج بسيوني، روح شوفه بيقبض الاجاريه اللي عنده كام. اشتغل يلا انت هو. شغالين اهو شغالين. بدل ما انتوا مش لاقيين تاكلوا. ما تريحنا شويه يا همام. ما تقوم يا تنفي وانت واقف هالي. انا هننفي وهنعمل كل حاجه، بس انت تسكت وما تزعقش. نف ماشي قسم ما يا عماشي، روح هات لي نشرب يا عماشي. ايوه كده نف هذا همام هالي، شايف؟ ما تشربوش عشان الكورونا. نف يلا. مين اللي قال لك اللي انا هنشرب؟ لحف حلو، عمك عبد الصادق قاطعها من الناحيه الثانيه اهي. ريحنا شويه يا همام بقى. ايوه هنريحك اهو. اشتغل يا ولد. انا هروح ابص على الارض الفوقانيه، على الله نيجي ما نلاقيكم مخلصين الارض بحال. اهو شغالين. الانفار دي يا عماشي لو انت ما جمدتش عليهم دول خد بالك ممكن يسيبوا الشغل. ممكن تفلسفوا. حاج هارون اقف الارض ليه يا ولد؟ لا 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 نحكي لك على كل حاجه حاج هارون، وما تمدش ايدك عليها تاني. لا يا اخوي نظفت خلاص وبقى لك قيمه. لا يا حاج هارون، امال ايه؟ انا بنحب يبقى ولائي للراجل اللي شغال عنده، ونحب نصفي نيتي للراجل اللي شغال عنده، ونحكي له على الحاجه اللي بتحصل من وراه. دي حاجه حلوه، بس ايه اللي يخليك تسيب الارض برضه وتطلع؟ هنقول لك يا حاج هارون. عبد العال وانا شغال معاه، وزي ما انت شايف ظهر انقطم قدامك بالفاس وانا عمال انتح. نقول له خد يا عبد العال اشتغل مكاني شويه. يقول هارون ليه؟ هارون ما بيقبضناش، هارون راجل بلف. هو شتم علي؟ شتم عليه وقال كدي وقال بلف وما بيشتغلش وقال بلف برضه. ما تعصبنيش بقى عشان ما نروحش نطير رقبتك. المفروض هو اللي يقبض وده قاتل اللي ينضرب. شفت انت مش عايز تسجنه مية؟ الواد دي انا عايزك بقى، بص اسجد يا عم، انا عايزك تروح بقى الارض وتشتغل كأن مفيش حاجه خالص، واللي تحصل تعرفها لي بعد ما قال عليك بلف، سواء منه او غيره. اصبر بقى، انا بنتكتك له كده وهنمسكه ونعدمه العافيه، بس اصبر علي. بس ما تقولوش اللي انا قلت لك حاجه. مش قايل له حاجه، بس انت تروح كانك مفيش حاجه واشتغل عادي طبيعي خالص. وانت انا هنزود لك ماهيتك. ماشي حاج هارون، والله صح زودني ماهيتي. عليا النعمه نزودها لك. بس انا زعلان. ليه؟ عشان قال عليك بلف. الوضع عمال يكرر في الكلمه لا بس هو جدع اللي جه قال لي. يا عوضين ايه حسب الزعل والله الدنيا حر. والله كنت بنقول نشيله على الندى يا عوضين احلى، لان انت عارف بفرفص سودان وعمال زاك على الفزاع. الدنيا حارنا يا موقف زاك يا حاج همام. انت نايم من فوق السمليبش ليه يا همام؟ ازيك يا عوضين؟ يعني هتفرق معاك قوي يا خي. يا عم ده زراعك ناس برضه، انت لما انت جاي تعالى من على الجسر يا همام. والله زراعة الناس اللي انت بتتكلم عليها دول ما بيقدروش الناس اللي بتشتغل عندهم. ازاي يعني قصدك ايه؟ قصدي ان انت ما انتش واخد حقك في الشغلانه دي. والله احنا ان كان علينا بنشتغل بضمير مالناش دعوه. اشتغل بضمير، ما هو دي اللي موديكم في داهيه، وخارب بيتكم. على راي المثل على قد فول الدقه فوله يا اخوي.
والله يا حاج يا همام، بدل ما نبقى عواطلية ادينا بنشتغل وربنا بيكرمنا برضه باللي فيه النصيب. بص يا فزاع، من باب النصيحه يا اخوي، ولو ان ما ينفعش نقول لك الكلمه دي، والله هارون معاملنا معاملي بسم الله ما شاء الله. جه على اخر الشهر كده وقال خد يد يا همام ال 10000 جنيه دول، خد يد يا عبد العال 10000 جنيه دول، وروحوا ربنا يصلح حالكم ونشتغلوا ساعتين اتنين بس في النهار، مش طول النهار زيكم كده يا راجل. يا اخي مش كده. والمرتبات كام عندكم يا همام؟ ما علينا بقى. تعالى بس كده، هو راح فين؟ وهو الحاج بسيوني بعملنا كده ليه؟ والله يا عوضان على كده الحاج هارون انضف من الحاج بسيوني 100 مرة. امال ايه ده بيعمل؟ ده بقول لك على اخر الشهر كرت لكل واحد 10000 جنيه. ده انا 10000 جنيه ده العمر ما سمحت المبلغ ده من يوم ما اشتغلت عند بسيوني. يقول لك ايه؟ الحاج بسيوني جاي هناك كده اهوت، يجي يلاقينا واقفين عمالين نلاجموا في بعض. فكني. طب يلا يا عم فكنا نشتغل احنا ضميرنا. ايه يا عماد؟ ازيك يا حاج بسيوني؟ والله الحمد لله. كنت في ارض بتعمل ايه؟ مش دي المهم يا حاج بسيوني. امال ايه اللي اخص عليك يا راجل. ايه؟ انت لما تشغل ناس عندك تشغل ناس عندها ضمير في الشغلانه وتراعي ربنا فيه. انت راجل زرع ومكلف. قول لي اللي انت عايز تقوله. انت عايز تقول ايه؟ ما هي مش هاينه عليا، مش عايز نوقع الناس فيك ونوقعك مع الناس. يعني الناس ديت مش عاجباك؟ بس سيبهم ياكلوا عيش. انت جاي تقول لي ايه؟ انهي الناس دول ما بيشتغلوش بقى بصراحه كده يا حاج بسيوني، عندك بضمير. ما تشتغلوش عند الضمير. وبقولوا ان بسيوني دي راجل بعتمي وراجل مش مراعي ربنا فيني وما بيديناش اجرنا كامل. يا نهار اسود. اه وكمان يوم ما يفضحوني بنفر من عند هارون. امشي طيب. تعالى يا وعلي. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه شغالين الشغل كويس؟ والله زي ما انت شايف يا حاج بسيوني شغالين على اخر ما معانا. والله. والعرتمه كويسه؟ عرتمي ده يا حاج بسيوني. مش انا بعرتمه يا ولا انا بعرتمه واكل حقكم. اخصى عليكم انتوا الاثنين. خبر يا حاج بسيوني، انت جاي عمال تقولنا كلام احنا ما قلناهوش، وجاي ايدك فاضيه حتى ما معكش كحكتين ولا كوبايه سم زفت ميه. لا يا ولا، هو انا عشان بعرتمه زي ما قلت هنجيب لك تاكل؟ يد ان شاء الله تدفعوا، ده انت لحم كتفك من خيري وجايين تقرضوني يا ولاد مش قادر نجتمع عشان انتوا شغالين في ارض. احنا ما قلناش حاجه، خد في علمك يا حاج بسيوني. وغير كده كمان احنا عايزين المرتبات تزيد عشان خاطر المهيه ما دي مش عامله لنا حاجه خالص. يا اخويا يبقى الكلام صحيح. نفر من عند الحاج هارون يجي يقول لي كل حاجه. يقول لي كل حاجه وتشتموني في ظهري. ثلاثة بالله العظيم الشهر دي والشهر الجاي لحد اخر السنه. لا ما انت لا ولا جيني. لا يا حاج اشتغل بسيوني. يلا. اسمع يا حاج بسيوني، خد عليا الطاعه ما قلنا حاجه ولا فتحنا بقنا ما بكلمه. نعرفش. الحاج همام ما يكذبش ابدا، ده نفر من والله ما جبنا سيرتك يا حاج بسيوني. الدنيا بغالي عارفه ان الحاج همام كذاب يا حاج ما نعرفش. بسيوني. يلا يعني نبقوا سالكين وجات لنا نفسنا شغل من الصبح ويجي كمان الحاج بسيوني يعمل معانا كده. ما هو همام كنت سبب ده كله، دي من همام هو اللي خبص علينا. على فكره همام جه قال لنا كلام وراح قال لي الحاج بسيوني كلام. نقول لك ايه يا عوضين؟ ايه انا عايز نروح نفش غل في الواد دي. وانا معاكم، ما هو خبص علينا كمان. يلا بينا. يلا ده انا عم طلع عينه. انت انا بقول على الكلام ده. انا ما كنتش كده يا حاج هارون. اضرب. انا بقول على الكلام دي. والله ما كنت كده يا حاج هارون. انت تصدق ان انا اقول كده؟ انت ما تقولش كده يا كذاب. والله ما كنت كده. الحاج هارون. الحاج هارون. نبي يا حاج هارون، نبي يا حاج هارون. ادبا ليك. الثلاث شهور المتاخرين مالكش فيهم جنيه مخصومين. حرام عليك يا حاج هارون. انا انت حرام عليك عيشتك. وانا كنت حاجه يا حاج هارون. ايوه كنت قدام همام وجه قال لي. حبيبي اللي قال لك كده يا حاج هارون. ايوه عشان بني ادم مخلص للقمه العيش وللراجل اللي بيشتغل عنده. وشهرين كمان قدام. اشتغل بقى، اشتغل في اكل العيش. وانا قادر نشتغل بعد الضرب ده كله. هتشتغل ولا لا؟ هنشتغل. عرفت؟ لازم تشد عليهم، دول عاملين زي الزنبلة. روح يا لما ضل دايس عليهم تكسبهم. روح يا اخي منك لله زي ما كسرت اعضائي كده. مالك يا عبد العال؟ كنت بتضرب هارون ليه؟ انا اللي كنت بضرب هارون.
لا 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 فهمني، انا اقول لك على كل حاجه. قول يا اخوي. ليه هارون يضربك وانت في ارضه وانت ما تاخدش وجودك كامله؟ انت هتخبص عليه وانت اللي خبص، وانت اللي خبص علي يا عبد العال. بقى قلت لي يا بال، وانا قلت لي يا بال يا بال بنتي. والله ما مدغدغ، والله ما مدغدغ. روح يا عبد العال. حسب يا راجل، والله ما مدغدغ كده يا عبد العال كده. عيب كده يا راجل. هو انت هتضرب لوحدك برضه يا اخي؟ ما ينفعش كده يا راجل، احنا موجودين نضربه لوحده. عمل الرخيص. قول له يا فزاع عايز يضربني. لا يضربك لا يا راجل، ما يضربكش لوحده. لا ايه اللي انت جاي له علينا البسيون؟ ايه انت لسه ترطرط اديله على جمال. انا افتكرت كل حاجه. قولي والنبي انا افتكرت كل حاجه. انا عرفت كل حاجه. الحاج بسوني ضربكم عشان انتم مخلصين في شغلكم. حصل. اديله طيب تمام. هاتولي. خد يا حاج فزاع. خد يا حاج فزاع. اديله. انا هنعمل نفسي ميت عشان ما يقتلونيش. ده شكله صورك يا عبد العال. صورك؟ لو نلبس كده هلا يا حماد شكلنا لبسنا بلو هالي. ولا بل ولا غيره، هنقتله عشان لو فاق هيفضحنا بالعزبه بحال، هنقتله وانتوينا اهو. عندك حق يا غبي ما ريحته هيطلع ويفضحني. لا مش طالع، هندفنه في سبع ارض. خد طير رقبته له نحطه عليه عقدتين قش ونولع فيهم وخلص على كده. طلع فين؟ لا اوعى تقتلني. انا مش عايز اموت. انا عندي حل حلو وهيرضيكم. انا اللي عندي حل حلو اللي انت هتقوله هننفذه. زي ما وقحتنا في بسيوني ووقحت هارون في عبد العال، اتوقع هارون في بسيوني وبسيوني في هارون، عشان الصلبه دول ياخدوا حقهم. وعشان خلاص ماشي خلاص ماشي. يلا اتكل على الله. يا سلام اخلص ماشي. كده يا جماعه احنا نبقوا خدنا حقنا من هارون ومن بسيوني. أيوة. يلا بينا. يلا لا ده انت هتيجي معايا بقى. تعالى معايا. انا ماليش دعوه. لا هتيجي معايا عشان تشوف اللي هنعمله فيه. انا عارف مصلحتي فين، انا مالكش دعوه. تعالى ما تخاف. انا عارف مصلحتي فين. لا هو ماشي عادي كده. ايه يا حاج هارون؟ ايه انت يا حاج بسيوني؟ ايه يا حاج هارون خلاص بقتني هفيه في البلد ولا ايه؟ لا ده انا باين عليا انا اللي بقتني هفيه وانت جرأت عليا خالص. مين اللي جرى على مين؟ يعني لما تجرى علي وتنزل على انفاري في ارضي وتعلي الاجره عشان تاخدهم، يبقى دي اسمها وصول شغل. يا راجل هو مين اللي نزل على انفار مين يا ضلالي؟ ولا عشان لقيتني جايب النفر الامين اللي ما رضاش يبيعني وجيه قال لي على اللي انت عملته، قلت بقى ده نلحق نفسي ونسبق انا بالشكايه. نفر مين اللي قال لك؟ اهو تعالى غري نفسك. مش دي اللي انت كنت رايح تشتري انت هو وعبعال؟ انت ممكن تشتري عبعال انما همام لا. همام عمره ما يبيعني ابدا. النفر دي هو اللي جه قال لي ان هارون جاني في الارض. شوف طريق ما كنتش عايز تيجي. بيتبل حقيقي انا بيتبل عليا وانا قاعد معاك مستهزئ بيك. امال ما كنتش عايز تيجي ليه؟ امال ما كنتش عايز تيجي معايا ليه؟ هو انت قاعد وقحتني في الدنيا بحالها وبنقول ده تاب وبطل الدق الاسود دي. جاي دلوقتي سيبوني يا حاج هارون. سيبوني استنى يا حاج، ما اضربش غير لما اسلمهولك. تعالي تعالى يا فتان. ابعد. انت بتحب وترجع تاني. مقتولة. هاتوا قوم. قوم. سيبه. وقف نمك من عندك هنا. خد. تعال. هتحرك. الواد ده لازم ينقاطع. هو كله ضرب مفيش شتيمه. لا يا حبيبي. شتيمة يا فتان.
يا فتان يا فتان ربنا قويك. بقول لك ايه الواد ده اخترف النهارده ما ينفعش نمد ايدي عليه سيبه يلا بينا يلا خلاص في حاجه ينضرب. واستنونا بالجديد ده سيوني همام زقلة وفزاع، احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضحك.